تفريزة النهاردة هي عبارة عن تفريز الخضار وتجهيزها لرمضان كل سنة وانتوا طيبين. طبعا جبنا البسلة والجزر وقطعناهم وعملناهم فرزناهم طبعا بالشكل ده. تحبي تعمليه بالشكل ده زي ما تحبي او بالشكل ده. طبعا شايفين اللون اخضر، وسر اللون الاخضر في حاجة مهمة هعملها في الوصفة بتاعتي. طبعا حبايبي لسه بيشوفوا القناه لاول مره، يا ريت تشتركوا في القناه، وطبعا فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي، واللايك الجميل منكم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. النهارده طبعا هنعمل شويه تفريزات كده لشهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، عشان كل حاجه تبقى موجوده. عاملين صلصه، عاملين تسبيكات، عاملين تفريزات للخضار عشان يبقى الاكل على الجاهز على طول، ما تاخديش وقت عليه فيه يعني. طبعا انا مجهزه بسله، دول 2 كيلو بسله، ومجهزه جزر، يعني زي ما تحبي الكميه، تحبيها كتيره تحبيها قليله، تحبي البسله لوحديها والجزر لوحديه براحتك خالص. بس انا طبعا هعمل البسله والجزر مع بعض، بس طبعا ده لوحديه وده لوحديه ازاي. لا انا هوريكم خطوه بخطوه هتعملوها ازاي مع بعض، وهتبقى يعتبر نفس السوى. هنا طبعا غسلت الجزر ومقطعاه، غسلته كويس، وهغسل البسله. هحط ميه تغلي على البوتاجاز وارجع لكم. ادي حبايبي الميه ابتدت تغلي، طبعا حطيت نص معلقه ملح كده في الميه، وهبدا عشان الملح يحافظ على اللون بتاع الخضار. هبدا انزل بالبسله الاول. ليه البسله الاول؟ لان البسله بتاخد وقت في السوى، فطبعا هديها كده دقيقتين على البوتاجاز، وبعد كده الجزر سوري نزلت بالجزر، هستنى شويه دقيقتين كده، وبعد كده انزل بالبسله عشان الجزر بياخد سوا اكتر. ادي حبايبي كده خدت الدقيقتين اللي قلت عليهم. هبدا بقى اجيب البسله بتاعتي وانزل بيها كلها. ادي حبايبي حطيت البسله، شايفين اللون جميل جدا. لازم تضيفوا معلقه من نص معلقه من الملح عشان اللون بتاع البسله كده يبقى اخضر اهو بالشكل ده. هبدا بقى اسيبها يا دوب تبتدي ان هي تقلب كده الحله تفور معايا، وهبدا اشيل الحاجات الجميله دي. ونجهز طبعا ميه متلجه او تلج في ميه عشان نحط البسله بتاعتنا والجزر فيها عشان توقف السوا بتاعنا وايه ونفرزها. هرجع لكم بعد ما اخلص. ادي حبايبي كده خلاص استوت. هبدا يعني مش استوت، اللي هي خدت الصدمه بتاع التفريزه بتاعتنا. هبدا طبعا نرفعها واحطها هنا في ايه في المصفى. بعد كده انزلها ميه بتغلي، ميه بتلج، واصفيها في المصفى وارجع لكم. ادي حبايبي البسله والجزر بتوعنا نشفوا تمام التمام. هبدأ بقى اجيب اكياس مطبخ عادية او الاكياس بتاع التفريز وهنحطها فيها ونشوف مع بعض. ادي حبايبي عايزين تعملوه بالطريقة دي، طبعا الطريقة دي على اساس ان انتوا لما تطلعوه من الفريزر يبقى سهل في التفكيك على طول. عايزين تعملوها بالطريقة دي مفيش مشاكل، ما انتوا هتطلعوا من الفريزر وتحطوها في الصلصة على طول. هفرز بقى باقي الكمية. وريت تعجبكم الطريقة، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامة.